نقف جميعا دقيقة صمت على أرواح شهدائنا. هذه الثورة عندما بدأت كان الكردي في القامشلي يصرخ وينادي: بالروح بالدم نفديك يا درعا، حنا معاك يا درعا. أظن إما حضرتم هذه المظاهرات أو رأيتموها على الشاشات أو سمعتموها من الناس. أنا كنت أحد الذين خرجوا في أول مظاهرة بعد درعا في القامشلي، في هذا الدوار، دوار عثمان صبري. وأظن كان شعارنا: نحن معك يا درعا، ونحن معك يا حمص، ونحن معك يا إدلب. وهكذا إذا راجعتم سجل التظاهرات الجمعة التي خرج الناس فيها للمظاهرات ضد حزب البعث العربي اللا عربي اللا اشتراكي، ترون من مئات الجمع جمعة واحدة كانت باسم آزادي، أيضا بمعنى الحرية، كنا نطالب بالحرية. واستجوبت مثل كثير من الناس في الأفرع الأمنية: أنت تخرج مظاهرات. كنا نخرج مظاهرات ونشعر. وأهل درعا مع مجموعة من دمشق في بداية الثورة حضروا في بيت جارنا خلف بيتنا أنه نتمنى أن يشاركنا الكرد، الأحزاب الكردية، في ثورتنا ضد النظام البعث. كلنا عاش في هذه الفترة الطويلة. طبعا بهذه الكلمات لا يمكن أن أزيد شيء على ما تفضل به فضيلة الشيخ، ولكن يعني مثل ما يقول أو نقرأ حواشي، فهو الأساس، أو كلماته هي الأساس. هذا الواقع الذي عشناه في سوريا، لا سيما مع انطلاق الثورة السورية ضد البعث أو بشار الأسد، ذلك الظلم الممارس انتهى بسقوطه. والقرآن الكريم واضح وصريح بالقوانين الإلهية بأنه لا يمكن أن يستمر الظالم بظلمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فكلكم يقرأ بالقرآن كيف كانت هي عاقبة المكذبين والظالمين. آل بهم الوقت أو الزمان إلى الزوال والانتهاء، والعدل هو الذي سيسود. النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث بعض الصحابة الكرام إبان دعوته لما تعرضوا للإيذاء إلى الحبشة، فلما عادوا من الحبشة النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: حدثوني بأعجب ما رأيتم أو بما رأيتم. فقال أحد الصحابة الكرام: يا رسول الله، كنا جلوسا وإذ بامرأة تحمل متاع حمل على رأسها، فما كان من أحد الجلوس، يعني مجموعة كانت جالسة، إلا أن وضع يده في ظهرها وقام بدفعها، فوقعت المرأة ووقع هذا الطعام أو هذا الحمل الذي على رأسها، ثم وقعت على الأرض. تأذت هذه المرأة، ثم نظرت إليه وقالت: أي غدر، يعني يا أيها الغادر، ستعلم إذا وضع الله الكرسي وقضى بين العباد، يعني كيف سيأخذ الله حقي منك بهذه المظلمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا قدس الله أمة لا يؤخذ للمظلوم حقه من الظالم. الآن إخواني نصلي صلاة الجنازة الغائب على شهدائنا في الأشرفية والشيخ مقصود.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا أرواح الشهداء المدافعين عن الحق المظلومين، إلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة. جارسیه من نشاطات منی گهنه به دما تایبت ده و شر تایبتی گل سرمته کرن امجی خطیب خوا امام خوا اموان قوم دکن جی تمام پیکات یعنی بیگمان کردن عربن جبونا ابلیس که گدبن لسر روز آوا فتنات خناف کرد و عرب آده و کرد و خازن باشقه ببن ام جبونا اوجي كاري خود جامعة دنا من لدش بر حر خطيبك حر امامك بيقمان كومك جي ملت بيف قريداية بوغ ناس بكن ام بخوا دخازن جيانك يهف باش بهفر جيان بكن تجداتي نقبا كرد وعرب وبيكات يدد تنبي حريك ما فو حقي ونا جيربن ما فو حقي انساني ام تيدقش وكهف بن افكو بجينا مجي يك جوان شارسي مي ام دخازن هشمنديك دناب علماء مد بلا ببي ابيان نه سياستك حزبيه ويا سياستك ريبريا مروفاتيه ريبريا انسانيتي مو سياستي بيغمان بيخمبر جي جامعات تذكر وصحابيه وجي جامعات ذكرن علماء مني مازن جي جامعات ذكرن ويا بس يعني ام وقت بندافكي اللي بيشيا شركي قشتي دقرن